جهز كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا توكلنا على الله. طيب أول حلقة في الكورس بتاع السي هنبدأ نتكلم عن انترودكشن عامة. هنعمل مقدمة بسيطة جدا عن السي وعن البرمجة عامة، شوية حاجات انت محتاج تكون عارفها قبل ما تبدأ تدرس السي أو قبل ما تبدأ تدرس أي programming language عامة، يعني أو أي لغة برمجة. أول حاجة عندنا يعني إيه برمجة؟ ايه مفهوم البرمجة؟ هي مجموعة من الأوامر انت بتبدأ تديها للأوبريتنج سيستم بتاعك أو نظام التشغيل بتاعك، بحيث إن هو يديلك أوتبوت معين أو بينفذ لك حاجة معينة أنت عايزها. طيب مثال على ده في الكمبيوتر، أي حاجة بتعملها على الكمبيوتر هي عبارة عن مجموعة من الأوامر انت بتديها للكمبيوتر. فلنفترض الفوتوشوب مثلا، الوورد، أيا كان أي برنامج انت بتستخدمه هو عبارة عن مجموعة من الأوامر اتكتبت بلغة معينة بيبدأ الأوبريتنج سيستم بتاعك يطبقها. طيب جميل. هل ده مقتصر بس على الكمبيوتر؟ لا، هو مش مقتصر على الكمبيوتر والبرامج بتاعة الكمبيوتر، لا، كل حاجة في حياتنا دلوقتي بقت عبارة عن مجموعة من الأوامر. فلو هنيجي نتكلم على اللمبة مثلا السمارت، أو تتكلم على الغسالة السمارت، أو تتكلم على العربيات في الزمن اللي احنا فيه ده أو في الفترة اللي احنا فيها دي، كل حاجة دلوقتي بقت عبارة عن مجموعة من الأوامر بتبدأ تديها للحاجة دي، بحيث إن هي تديك إيه، أوتبوت معين أنت عايزه، أو تعملك حاجة معينة أنت عايزها. حاجة معينة أنت عايزها. جميل جدا. أي لغة في العالم بتمر بمراحل تطور. فلو جينا نبص على البشرية مثلا، بدأت البشرية بإن احنا كنا بنتكلم بالإشارة. بعد كده مثلا فلنفترض إن احنا بدأنا ننحت على الصخرة أو نكتب على الحيطان. بعد كده بدأ الموضوع يتطور، بدأنا نتكلم. بعد كده الموضوع اتطور أكتر وأكتر، وبدأ يبقى عندنا لغات، واللغات دي بدأت تتطور أكتر وأكتر. فتلاقي عندنا مثلا في اللغة العربية بقى في حاجة اسمها نحو، وتلاقي عندنا في مثلا في الإنجليش بقى في حاجة اسمها جرامر، بتتحكم في القواعد اللي احنا بنحطها للغة دي. يبقى احنا متفقين ان كل اللغات بتمر بمراحل تطور. بالتالي برضه عندنا نفس الفكرة في البروجرامينج بدأ بمرحلة معينة وبدأت تتطور تتطور تتطور، وطبعا كل ما بتتطور بتبقى أسهل. طيب المرحلة المعينة اللي بدأت عندها البرمجة دي أو بدأت عندها كتابة الأوامر بتاعتنا كانت حاجة اسمها الماشين لانجوج. ودي في الآخر بنرجع لها، يعني بنلف نلف ونرجع للماشين لانجوج. طيب إيه هي الماشين لانجوج دي؟ هي عبارة عن شوية زيروهات وشوية ونات. إيه الونات دي؟ أو يعني شوية زيروز وشوية وانز عشان ما نهزرش. طيب ايه الزيروهات وايه الونات دي؟ لو انت مش فاهم الكلام البايخ اللي انا بقوله ده، وانت بتشغل النور بتاعك في البيت مثلا، فبتدوس على زرار اللي هو الكوبس بنسميه عندنا في مصر. لما تيجي تدوس عليه انت كده، فلنفترض ان احنا بقى عندنا 1. يعني ايه 1؟ يعني في كهرباء بتمر. طيب جيت تطفي، فاللمبه ما بقتش بتنور، فبالتالي بقى عندك زيرو. فاحنا بالنسبه لنا ال1 بيمثل ان في كهرباء بتمر، والزيرو بيمثل ان مفيش كهرباء بتمر. طبعا البروسيسور بشكل تفصيلي بيعمل الكلام ده، وممكن نبقى نتكلم عليه يعني في كورسز تانية. لما تطورت الماشين لانجويج سنة سنة كده، بدأ يظهر عندنا حاجة اسمها الاسمبلي لانجويج. ايه الاسمبلي دي؟ بكل بساطة عشان ما نطولش، الاسمبلي بقى في عندنا رموز. بدل ما انا عمال اكتب 0 1 0 1 0 1، بقى عندي حاجة اسمها اد، حاجة اسمها موف، حاجة اسمها سبتراكت، وهكذا. فالموضوع بقى بالنسبة لنا اوضح واسهل. اتطورنا اكتر واكتر وظهر عندنا حاجة اسمها الهاي ليفل لانجويجز. ايه هي الهاي ليفل دي؟ بكل بساطه زي السي اللي احنا هندرسه، او السي بلس بلس، او الجافا. طب ايه الفرق ما بين السي والسي بلس بلس؟ عشان الموضوع ده بيعمل ربكه في الدماغ كده. سي بلس بلس او بي ممكن نبقى نقولها ان شاء الله في كورس تاني بالتفصيل، بس خلينا نركز دلوقتي في السي وان هو هاي ليفل لانجوج. طبعا الموضوع بقى اسهل بكتير زي ما هنشوف. يعني ممكن تقول له اطبع مثلا او برنت مثلا، فهيبدا ان هو يبرنت. فالموضوع عشان كده تسمى هاي ليفل لانجوج. حاجة مهمة جدا 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 محتاج ان انت تكون عارفها وعارف الفرق ما بينها. دلوقتي انا لما باجي اكتب كود معين، فلنفترض ان انا هكتبه على الاديتور بتاعي. ايه هو الاديتور؟ هو المكان اللي انت بتكتب فيه الكود بتاعك. طيب انا دلوقتي كتبت الكود بتاعي في الاديتور، وعايز افهم الكمبيوتر بتاعي هيعمل ايه. طيب هل الكمبيوتر بيفهم اللغه بتاعتنا دي؟ فانا اقول له يا كمبيوتر اطفي، فيقوم يطفي. طبعا دلوقتي مع التقدم وبتاعه كورتانا ومش عارف، بقى فيه اللي هي جوجل اسيستنت والكلام ده كله، بقى بيسهل الموضوع ان انت ممكن تكلم الآلة دلوقتي وهي تقدر تتصرف وترد عليك، يعني او تبدأ تاخد اكشن معين. بس خلينا ننزل للمستوى الاساسي او الحاجة الاساسية اللي احنا المفروض نكون عارفينها من الاول خالص. انا في الاخر خالص الكمبيوتر بيفهم بالزيروز والونز، يعني بيفهم ان في كهرباء ماشيه او مفيش كهرباء ماشيه. فبالتالي عندنا طريقتين بنترجم بيهم اللغه بتاعتنا. يعني احنا دلوقتي بندرس السي وقلنا ان السي ده هاي ليفل لانجوج. طب انا عايز اترجم الهاي ليفل لانجوج دي اترجمها للماشين لانجوج، او عايز بلاش ان انا اترجمها للماشين لانجوج، خلينا نقول ان احنا عايزين نترجمها للجهاز بتاعنا عشان يبدا يفهمها. فعندنا طريقتين
في طريقه اللي احنا بنستخدمها في السي او اللي السي بيستخدمها، مش احنا اللي بنستخدمها، حاجه اسمها الكومبايلر، وفي حاجه تانية اسمها الانتربريتر. طب الكومبايلر والانتربريتر هم عباره عن ايه؟ عباره عن ترانسليتور، يعني عباره عن واحد او حاجه معينه بتبدا ان هي تعمل لي ترجمه للغه اللي انا بكتبها او للكود اللي انا بكتبه عشان الكمبيوتر بتاعي يبدا يفهمه. طيب ايه الفرق ما بينهم الكومبايلر والانتربريتر؟ مبدئيا عايزك تكون عارف ان السي هو بيستخدم الكومبايلر. الكومبايلر بيبقى اسرع، الانتربريتر بيبقى ابطا. طبعا اسرع وابطا بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكومبلكسيتي بتاعته او بالنسبه ال... الوقت اللي بالنسبه ال... الوقت اللي بيحتاجه عشان يبدا يعمل الاوبريشنز اللي انت بتطلبها منه. بالنسبه للميموري، الرامات بتاعتك، على فكره اي برنامج انت بتستخدمه بعد ما بيتنقل من الهارد بتاعك بيبقى على الميموري، كل حاجه انت بتعملها بتبقى شغاله على الرامات اللي عندك، احنا بنسميها الرامات. طيب فالميموري ريكويرمنت هنا بحتاج هنا ميموري اكتر في الكومبايلر، في الانتربريتر بحتاج ايه؟ ميموري اقل. فطبعا هنلاقي دايما لما الكومبلكسيتي بتاعتي او لما الزمن بتاعي بيزيد المساحة اللي بحتاجها بتبقى أقل، غالبا ده بيحصل. أو لو المساحة بتاعتي بقت أقل الزمن بتاعي بيزيد، هي حاجة وعكس التانية، مش هتعرف تاخد كل حاجة في الآخر. طيب ايه الفرق برضه بكل بساطه عشان ما اوجعش دماغك يعني ويطول عليك؟ السي لما انت بتيجي تكتب الكود، مثلا كتبت برنامج كامل بشويه لاينز من الكود، وكتبت مثلا في البايثون لاين كتبت، يعني كتبت برضه مجموعه من السطور بتاعتك. لما بيجي يترجم الكومبايلر بياخد الكود بتاعك ده كله كده ويترجمه وبعد كده يفهمه للجهاز. الانتربريتر بكل بساطه، مش عايزين نخش في تفاصيل جامده، الانتربريتر بيبدا ياخد اسمه ويعمل له اكسكيوشن. الجافا بقى فيه الحاجتين، الجافا ممكن بيبقى كومبايلر وممكن في بعض الاحيان بيبقى انتربريتر. طيب انا هتعلم ايه في الاخر من الكورس ده وهقدر اعمل ايه؟ طبعا الواحد لما بيشوف في الاخر هو يقدر يعمل ايه الموضوع بالنسبه له بيبقى احلى وبيبدا ان هو يتحفز ان هو يكمل. احنا مبدئيا نظامنا هيبقى ماشي ازاي؟ احنا هنبدا نعمل حلقه حلقه، كل حلقه مش هتزيد عن 5 دقايق ان شاء الله، يكون فيها كل الحاجات اللي انت يعني من الاول خالص، من الزيرو ليفل زي ما بنقول، تبدأ تاخد كل الحاجات بتاعة السي من الأول خالص، ازاي تطبع، ازاي تسكان، وهكذا. نفضل ماشيين 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 لحد ما في الآخر تقدر تعمل مشاريع كاملة بنفسك، وفي الآخر برضه هنعمل مشروع كامل. وطبعا في كل حلقة كل حاجة بناخدها هنبدأ ندي عليها تطبيق، وهندي عليها اكسرسايز، وهندي عليها هوم ورك، بحيث ان انت تقدر ان انت تدرب نفسك، وهنديك شوية ريسورسز او شوية اماكن تبدأ ان انت تزورها وتبدأ ان انت تتعلم نفسك اكتر وتعرف يعني تدرب ايدك اكتر على الكود وان انت تبدا تكتب اكتر. طيب في الاخر احنا ممكن، او البروجكت اللي احنا هنعمله في الاخر هو عباره عن ايه؟ حاجه اسمها الفون بوك. ايه الفون بوك ده؟ اللي هو الابلكيشن اللي بتبقى عندك على الموبايل، اللي هي بتسجل فيها اسماء الناس وايميلاتهم وارقامهم وعناوينهم وهكذا. طبعا هنعملها بالسي، فهيبقى عندنا الشكل ده، نبدا نلود من فايل او نسيرش في الاسماء او ناد او نديليت او نموديفاي او ان احنا نطبعهم وهكذا. طبعا هديك فايل مثلا كامل فيه اسماء ناس وعناوينها وتواريخها ومش عارف ايه والكلام ده كله، فانت تقدر تلود وتقدر ان انت تضيف وهكذا، بس طبعا هيبقى بالسي. مش عاجبك الشاشه السوداء دي ومضايقاك زي ما انا كانت بتضايقني اول ما جيت ادرس السي؟ ف قدام شويه لما تبدا تدرس الاو او بي او كده، تبدا بقى تشوف الجي او اي وتشوف بقى الحاجه قدامك يبقى فيها جرافيكس كده، تبقى شكلها احلى بكتير. بس انت محتاج فعلا تدرس الحاجات دي، لان هي هتنمي عندك شويه مهارات لازم تكتسبها، بحيث ان انت تقدر تتعامل مع الاو او بي بشكل افضل وبشكل تقني اكتر. زي ما قلنا من شوية، يعني ايه اديتور؟ الاديتور ده هو الحاجة اللي انت بتكتب عليها الكود بتاعك. فبكل بساطة بيبقى عندنا شوية برامج كده او مجموعة من البرامج. طبعا كل برنامج بيختلف عن التاني في شوية مثلا شورت كاتس، شوية فيتشرز، يعني ده تلاقي فيه ميزة زيادة عن ده وهكذا. طبعا احنا في السي هنبدأ نرجح الأول إن هنستخدمه في الكورس، انت طبعا حر تستخدم اللي انت عايزه، مفيش أي مشكلة، في الآخر خالص هنوصل لنفس النتيجة. بس احنا خلال الكورس ان شاء الله هنستخدم حاجة اسمها كود بلوكس. ازاي انزل الاديتور اللي انا هستخدمه او الكود بلوكس؟ نفتح جوجل كروم بكل بساطة. بعد ما نفتح جوجل كروم اكتب كود بلوكس. نيجي هنا كده عندنا على اليمين كود بلوكس اي دي اي دي يعني اديتور. طيب نخش على داونلودز، هتلاقي عندك حاجة اسمها باينري ريليز وحاجة اسمها سورس كود. احنا هنستخدم الباينري ريليز. هتلاقي عندك مجموعة من الإصدارات، احنا محتاجين اللي هي كود بلوكس 17.12 MINGW setup. طب ليه بناخد ال MINGW ده؟ عشان ده معاه الكومبايلر بتاع السي، ده معاه الأداة اللي الإديتور هيستخدمها عشان يترجم الكود اللي انت هتكتبه
للماشين لانجوج او يترجمها للجهاز عشان يفهم انت هتعمل ايه بالظبط. بنختار سيرفر من السيرفرات دي، فنفترض ان انا اختار مثلا فاصهب ده، ويبدأ ينزل. طيب بعد ما نزلنا الكات بلوكس نبدأ نعمل له سيت اب. فبكل بساطة بتفتحه، بعد كده القاعدة الشهيرة بتاعتنا نيكست 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 نيكست. طبعا دي انستول مش نيكست. بعد كده نقول يس. يا مسهل الحال يا رب، يا كريم يا الله. مهانت اهي مهانت. نقول له هو دلوقتي بيديك مسج زي دي كده، تقول له يس. و بس كده خلص الكارد بلوكس. يقول لك عايز تخليه يفتح، قول له يا ريت. نوريكم شكله بيبقى عامل ازاي. هي دي الكود بلوكس بتاعنا فتح. وان شاء الله من الحلقة الجاية نبدأ ان احنا نقول تفاصيل بقى ازاي تستخدمه وازاي تعمل مشروع جديد، ونبدأ نتعلم حاجة حاجة في السي. انا اسف طولت في اول فيديو نوعا ما، بس دي شوية كونسبتس او شوية حاجات لازم تعرفها قبل ما تبدأ تخش في مجال البرمجة، عشان هتسمع الحاجات اللي انا قلتها دي كتير قدام، لازم يبقى عندك خلفية عنها كويسة ان شاء الله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو اتمنى انك تعمل سبسكرايب او تبدا ان انت تعمل شير للفيديو بحيث يوصل لاكبر عدد من الناس. وشكرا لكم.